برج الأسد النهاردة عندك طاقة قوية جدا يا برج الأسد، عندك كمان ثقة عالية جدا بنفسك يا برج الأسد. عايز أقول لك أنت محور اهتمام الناس اللي حواليك النهاردة يا برج الأسد. كل الناس حواليك مركزة معاك يا أسد، كل الناس مركزة مع الأسد. عايز أقول لك كمان أنت داخل يوم مليان طاقة، مليان تفاؤل، مليان إيجابية، يوم استثنائي بالنسبة لك يا برج الأسد. عايز أقول لك كمان في فرص جديدة النهاردة إن شاء الله بالنسبة لك يا برج الأسد. كمان عايز أقول لك أنت كنت في حاجة قلقان منها، كنت في حاجة محتار فيها، بس عايز أقول لك الحاجة دي هتلاقي لها حلول النهاردة يا برج الأسد. أي حاجة كنت قلقان منها يا برج الأسد وكانت محيراك أو تعباك أو شغلاك هتلاقي لها حلول النهاردة إن شاء الله يا برج الأسد. خليني أقول لك كمان أنت تعبت كتير يا برج الأسد، عانيت كتير الفترة اللي فاتت يا برج الأسد. أنت داخل على فترة كلها راحة، كلها سعادة، كلها توفيق ونجاح بإذن الله. قول يا رب يا برج الأسد. عايز أقول لك أنت داخل على فترة استقرار، فترة هدوء نفسي بعد فترة معاناة وتعب وألم كبير جدا يا برج الأسد. أنت راجع لانتعاشك ولثقتك ولجاذبيتك العالية يا برج الأسد إن شاء الله، طبعا كله بإذن الله. عايز أقول بقى الحالة العاطفية النهاردة لمواليد برج الأسد. برج الأسد النهاردة لو أنت مرتبط يا برج الأسد، أنت فيه طاقة الحب راجعة بينك وبين شريكك بعد فترة من التوتر والمشاكل. هتحس النهاردة باستقرار جميل، بهدوء جميل بينك وبين شريكك يا برج الأسد. الأمور رجعت لطبيعتها أحسن من الأول. عايز أقول لك كمان في خروجة حلوة أو كلام رايق من القلب يا برج الأسد بينك وبين شريكك النهاردة. الأجواء بقت أهدى، الصلح موجود، والعلاقات راجعة بود وبحب يا برج الأسد بينك وبين شريكك. عايز أقول لك كمان حاول ما تبقاش متحكم بزيادة في شريكك يا برج الأسد، لأن شريكك محتاج مساحة شخصية ليه، ما تضغطش عليه في النقطة دي. برج الأسد لو انت سنجل يا برج الأسد، في شخص من برج ترابي مهتم بيك يا برج الأسد، حد من برج الثور أو العذراء أو الجدي مهتم بيك جدا ومعجب بيك جدا يا برج الأسد. عايز أقول لك الطاقة بتقول لك النهاردة إن ابتسامتك هتفتح لك باب جديد يا برج الأسد. ابتسم وافرح يا برج الأسد. برج الأسد والمال والعمل النهاردة يوم ناجح جدا بالنسبة لك يا برج الأسد، خصوصا لو عندك مقابلة أو اجتماع في نجاح وتوفيق النهاردة معاك يا برج الأسد ملازمك إن شاء الله. عايز أقول لك كمان يا برج الأسد أنت ماشي بخطوات ثابتة وخطوات ناجحة ناحية هدفك، مركز جدا على هدفك النهاردة يا برج الأسد. عايز أقول لك كمان لو انت عندك مشروع يا برج الأسد فانت ماشي فيه بخطوات ممتازة جدا. كمان انت عندك استقرار مادي هيبسطك جدا الفترة الجاية ان شاء الله يا برج الأسد. عايز اقول لك بقى يا برج الأسد الطاقة بتقول لك النهاردة انطلق في طريقك بقوة يا برج الأسد وبثقة. خليك دايما يا برج الأسد فاكر ان التواضع هو اللي هيخليك تحافظ على قوتك يا برج الأسد وليس الغرور، التواضع. أكتر برج متوافق النهاردة مع برج الأسد هو برج القوس. تحياتي طبعا للأسود ملوك الغابة.